السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة النشرة الرياضية. في هذا الفيديو راح نحكي بالتفصيل على المباراة القادمة بين المنتخب المغربي والمنتخب الأردني من حيث أهمية المباراة، نظرة على المنتخبين، التشكيلة المتوقعة، مفاتيح الفوز، وفي الأخير نعطيكم توقع شخصي. خليكم معنا للنهاية. العنوان الأول: أهمية المباراة. هذه المباراة تعتبر مهمة لكلا المنتخبين، سواء من ناحية التحضير للمنافسات القادمة أو اختبار بعض اللاعبين. المنتخب المغربي يسعى لتأكيد قوته والاستمرار في تقديم أداء مقنع، في حين يريد المنتخب الأردني إثبات نفسه أمام منتخب قوي إفريقيا. العنوان الثاني: ندرة على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي معروف بانضباطه التكتيكي، خاصة في الدفاع، مع سرعة كبيرة في التحولات الهجومية. يمتلك لاعبين محترفين ينشطون في أقوى البطولات، وهذا يعطيه أفضلية من حيث الخبرة والجاهزية. نقطة قوة المغرب تكمن في التنظيم، اللعب على الأجنحة والضغط العالي. والآن سنلقي نظرة على المنتخب الأردني، وهو العنوان الثالث. المنتخب الأردني منتخب محترم، يتميز بالروح القتالية والانضباط داخل الملعب. غالباً يعتمد على اللعب الجماعي وغلق المساحات، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة. وقد شاهدنا في عدة مباريات أن المنتخب الأردني قادر على إحراج المنتخبات الكبيرة. والآن التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغربي. التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغربي تشكيل 4-3-3 أو 4-2-3-1 تقريباً. حراسة المرمى: المهدي بن عبيد، حارس أساسي في البطولة. خط الدفاع: محمد بولكسوت، ظهير أيمن. سفيان بوفاتيني، قلب دفاع. مروان سعدان، قلب دفاع. حمزة الموساوي، ظهير أيسر. دفاع قوي متوازن يستند للعديد من اللاعبين. خط الوسط: أسامة طنان، وسط دفاعي. محمد ربيع حريمات، محور وسط. وليد الكرتي، صانع لعب، وسط ميدان ديناميكي قادر على الربط بين الدفاع والهجوم. الهجوم الأمين: زحزوح، جناح. عبد الرزاق حمد الله، مهاجم صريح. كريم البركاوي، جناح، مهاجم ثانوي. الثلاثي الهجومي يوفر سرعة وتنويعا في الهجمات، مع خبرة حمد الله في إنهاء الفرص. والآن التشكيلة المتوقعة للمنتخب الأردني تشكيلة تعتمد على اللاعبين الأساسيين الذين تألقوا في البطولة وتأهلوا للنهائي، مع غياب يزن النعيمات للإصابة. حراسة المرمى: أبو ليلي، حارس أساسي. خط الدفاع: نصيب، ظهير مدافع. الروسان، قلب دفاع. أبو الذهب، قلب دفاع. أبوطه، ظهير. دفاع منظم يركز على إغلاق المساحات أمام الخصم. خط الوسط: القرشي، وسط ميدان دفاعي. جاموس، وسط ميدان. الرشدان، وسط مهاجما صانع لعب. مرضى، جناح، وسط قوي باللعب الجماعي والتغطية الدفاعية. الهجوم: علوان، جناح، هجوم. الفخوري، مهاجم هجومي منظم، مع الاعتماد على سرعة الجناحين والتحركات داخل منطقة الجزاء. العنوان ما قبل الأخير: مفاتيح الفوز. مفاتيح فوز المغرب: الاستحواذ على الكرة، استغلال الأطراف، الضغط المبكر. مفاتيح فوز الأردن: غلق المساحات، التركيز الدفاعي، الهجمات المرتدة. وأخيراً التوقع الشخصي: شخصياً أتوقع مباراة متوازنة، وقد تحسم بتفاصيل صغيرة، مع أفضلية نسبية للمنتخب المغربي. لكن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات. لا تنسوا أن تتركوا لنا تصويتاً على من سيفوز في هذه المباراة. وهكذا نكون قد انتهينا. لا تنسوا متابعتنا، والصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.